بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا وصفة جديدة وسهلة وسريعة. اسمها ايه؟ ورقة اللحمة بالبطاطس او بالخضار. جميلة وحلوة ومش هتاخد منك اي وقت ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. الاول بيكون عندنا اللحمة حمرة ومتقطعة سلايدز كده زي ما انت شايفاها، يا اما الجزار يقطعها انت تقطعيها، بتبقى سهلة جدا. انا عندي هنا اللحمة انا قطعتها وتبلتها بليمونة وشوية ملح وشوية فلفل من شوية وخلاص. وبدأنا اول حاجة بنحط معلقتين زيت في الطاسة ونسخنها كويس قوي، ونوزع الزيت كده في الطاسة كلها، وبعدين نبدأ بقى ننزل باللحمة قطعة قطعة لحد ما نخلص اللحمة كلها. ما بنقلبهاش ولا بنيجي ناحيتها لحد ما تاخد صدمة على الوجه الأولاني، وبعدين زي ما انت شايفة كده يا دوب بنهز الطاسة بس. أول ما تاخد صدمة على الوجه الأولاني نبدأ بقى نقلبها على الوجه التاني. وفي الوقت ده ممكن ان احنا نضيف لو عندنا قطعة دهنة جاية مع اللحمة او حاجة، ممكن بنضيفها، بتدي طعامة وطراوة للحمة وبتنزل كده صوص حلو قوي. ده دلوقتي اللحمة دلوقتي بتستوي، بناخدها بنخليها تستوي كده نص سوا بحيث ان هي تنزل ميتها وتشربها تاني. ده بيخليها جوسي وحلوة قوي قوي من جوه. في الوقت بقى ده بنغطي اللحمة ونسيبها على البوتاجاز ونبدأ نشوف الخضار اللي معانا. بنقطع بطاطس مكعبات بالحجم ده اللي انت شايفاه، وحبتين طماطم وشوية وحبتين بصل مكعبات برضو، وفلفل الوان، فلفل اخضر اللي موجود مفيش اي مشكلة. وكمان بنفرم فصين توم ونركنهم دول على جنب عشان هنحتاجهم في الاخر. نرجع بقى للحمة الجميلة بتاعتنا، بتكون كده بدأت تدخل في السوا شوية، بتاخد تقريبا تلت ساعة ربع ساعة على البوتاجاز. ولو حطينا فيها الشوكة بنلاقي الشوكة بتغرز كده حاجة بسيط، يعني مش بتقطعها، ما تقطعش اللحمة لأنها لو قطعتها هتكون كده استوت تماما، إنما هي بدأت تعرف بس إيه تدخل كده في اللحمة تغرز فيها. في الوقت ده نشيل اللحمة خالص بقى من على البوتاجاز ونركنها، وفي نفس الطاسة اللي على البوتاجاز نبدأ نحط الخضار بتاعنا اللي احنا عاملينه وركنينه على جنب. ننزل بالبطاطس وبعدها الطماطم ووراها الفلفل واخر حاجة البصل، ونبدأ نقلبهم 5 دقايق كده على البوتاجاز لحد ما تاخد بس تشويحة. احنا ما بنسويش الخضار، احنا هنسويه بقى على اللحمة بعد كده. الخضار ما بياخدش سوا اساسا، 5 دقايق بس يتشوح وياخد لون ذهبي جميل كده في نفس الطاسة على البوتاجاز، وبعدين يبقى كده تمام. دلوقتي بقى ده شكله النهائي، 5 دقايق مش اكتر من كده. يكون معانا بقى بعدها كيس حراري حاطينه في صينية فرن عادية، هننزل بالخضار جوه الكيس الحراري ده. هنحط الخضار، بعدها نبدأ نحط اللحمة بالصوص اللي نازل منها، ما ننساهوش لأن الصوص ده فيه كل الفيتامينز وكمان بيدي طعامه حلو قوي. في الوقت ده بقى بنشيل قطعة الدهن اللي احنا حطينها دي، ملهاش أي لازمة، خلاص احنا خدنا الفايدة اللي احنا عاوزينها منها وخلاص. وبعدين نحط فصين التوم اللي احنا مجهزينهم من الأول ومعلقتين صلصة بيدوا برضو لون حلو قوي قوي للحم. ما ننساش بقى ان اللحم دي احنا متبلينها وكمان نسيت اقولك كوباية شوربة. ما عندكيش شوربة ممكن كوباية مية، مفيش اي مشكلة، بس كوباية صغيرة. اللحمة احنا متبلينها بالملح وفلفل بس دوت، ما زودناش اي بهارات او اي ملح تاني. هنا بقى هنبدأ نزود شوية ملح بس ما نكترش برضو، شوية شطة حلوين كده، شوية فلفل اسود، ونقلبهم لحد ما يتداخلوا كده تمام مع كلهم مع بعض. بعدين بنقفل الكيس وبنعمل فتحة صغيرة كده من فوق عشان يطلع البخار والكيس ما يفرقعش جوه الفرن. هنحطها بقى على الشواية في أول مستوى بعد الفرن، وبتاخد تقريبا نص ساعة. دلوقتي ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، جميلة وحلوة واللحمة بقت لونها ذهبي وخطيرة خطيرة فظيعة. وممكن نعمل بقى جنبها رز أبيض، رز بشعرية، مكرونة، بس هي بصراحة بتبقى جنب الرز حلوة قوي. الأطفال بيحبوها والكبار كمان، والبطاطس يعني بينقوها واحدة بواحدة. وألف هنا على قلوبكم.